بسم الله الرحمن الرحيم. مقال اليوم عن أن الناس معادن، اللي يعني أوحى به هالأيام نسمع شيء مجنون بارتفاعات أسعار الذهب، حتى أن البعض اليوم وصل إلى حدود $4000. البعض يعتقد أنه سيذهب إلى $8000. وبالتالي الواحد لما يفكر يرى أن الفلزات أو المعادن لا تملك إلا قدرها. يعني الذهب يصنع ذهب، والفضة فضة، والنحاس نحاس، والصدأ صدأ. ما يمكن لو أتيح للمعادن أن تختار لأصبحت كلها ذهب. طيب الإنسان بالمقابل العكس، المخلوق الوحيد بالكون اللي يقدر يختار معدنه هو الإنسان. أنت تستطيع أن تكون ذهب بأخلاقك، تستطيع أن تكون ألماس، وتستطيع بالمقابل أنك تكون نحاس أو صدأ أو ما هو أقل من ذلك. وبالتالي المقال يطرح تساؤل: لماذا يختار الإنسان بذاته بنفسه أن يكون أسوأ المعادن عبر تصرفات لا تليق؟ هذا يمكن يعني سؤال المقال. وأنا أعتقد أنه حتى ما رأينا بالكويت من شخصيات بارزة وأسماء لامعة انتهت بالسجن، أنا أعتقد لو أحد علمها من البدء إن عليكم أن تحافظوا على سمعتكم وعلى سمعة معدنكم، وأن تختاروا من المعادن أفضلها، لما حدث لهم ما حدث. وشكرا.